السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليومين دول بدأت ان انا اشوف الناس تقعد تبص للي حواليها كتير قوي. بمعنى اصح الناس بتقعد تبص للناس التيك توكر اللي هم مثلا معاهم فلوس او كلام من ده كله، سواء كان شاكر مداهم الناس اللي اتمسكوا او كلام من ده كله. كانوا يقولوا ايه الناس دي مش متعلمين ومعاهم فلوس قد كده ومعرفش ايه، وانا قاعد اتعلم بقالي سنين قد كده ومعرفش ايه ومش لاقي شغل ومش لاقي فلوس وي وي، وقاعد يبص للي حواليه. فانا عايز بس اوضح لك حاجه، انت سبب تعاستك في الحياه انك بتبص للي حواليك. انا عايز اقول لك حاجه، كل واحد فينا قبل ما يتولد وهو مكتوب له رزقه. انا قبل ما اتولد وانا مكتوب لي رزقي في الدنيا، ومكتوب لي رزقي ده هيجي ازاي ومصدره منين، وان انا لو سعيت هيجي لي الرزق ده، ولو انا ما ساعدتش فكده كده هيجي لي الرزق الفلاني اللي مش هموت الا ماخده. فليه الواحد يقعد يبص للي حواليه؟ ليه اقعد ابص مثلا ده بياخد كذا وده ما بياخدش كذا وانا تعليمي ما اعرفش مين قالك ان تعليمك راح في الفاضي؟ انت تفضل تسعى لحد اخر يوم في عمرك. انا لما بشوف الناس اللي زي دي او الناس اللي بيجي لها دعم على التيك توك او الناس اللي بيجي لها فلوس ولا الكلام من ده كله، بقول ربنا يرزقه، واللي هو ايه بسيبه في حاله. هو في حاله، هو ربنا كاتب له رزقه كده، هو رزقه جاي له كده، سواء كان رزقه ده حلال رزقه ده حرام مش شغلتك، مالكش دعوة. انت المفروض انك تسعى في حياتك وبس، انك تفضل مثلا في كليتك او في مجالك تفضل تطور من نفسك وتسعى وتكمل لحد اخر يوم في عمرك. الولد مثلا اللي اتولد وبابا غني، يعني هو ذنبه ايه ان هو اتولد واهله اغنياء ومعاه فلوس، وانت اتولدت في عيله مثلا دخلها الفلاني مثلا اقل ومثلا الفلوس على قدكوا او كلام من ده كله؟ يعني ده ذنبه ايه؟ انت فاهم؟ وانت ذنبك ايه؟ اللي هو عادي، دي ارزاق، هو رزقه كده وانت رزقك كده. فليه نعترض؟ ليه نعترض على ارزاق ربنا؟ فبس، فلازم كل واحد يركز في نفسه. دي سبب تعاستنا في الدنيا حرفيا، ان انا قاعد ابص للي حواليا واشوف ده بيجيله ايه وده جاله ايه وده عنده ايه ومعرفش ايه. طب ليه ما تركزش مع نفسك؟ ركز مع نفسك وارضى باللي ربنا عطاهولك، هتلاقي نفسك مبسوط والدنيا زي الفل. انا كيوسف انا عندي مبدأ واحد، ان انا كل الناس انا نفسي ربنا يرزقها كلها، وكل يعني ان هم يبقوا مبسوطين كلهم. انت فاهم ليه؟ علشان خاطر انا عارف ان محدش هياخد رزقي ولا انا هاخد رزق حد. فبالتالي افضل زي ما انا وافضل اسعى في حياتي لحد اخر يوم في عمري. هتلاقي نفسك مبسوط وهتلاقي نفسك راضي بحياتك وهتلاقي نفسك راضي بعيشتك وراضي بكل حاجة، بدل ما تقعد تبص للي حواليك وتقعد تقول اصل انا اعمل ايه بشهادتي وما اعرفش ايه والشغل الهبل ده كله. انا بشوفه ان هو هبل. انا راجل اتخرجت اهو، مثلا لحد دلوقتي لسه مثلا يعني لسه ما مسكت الشغل ما اعرفش ايه، لسه في بداية حياتي لسه ما اعرفش ايه الكلام من ده كله. ممكن واحد تاني جاب فلوس كتير جدا اول ما طلع يوم واحد على التيك توك ما اعرفش ايه الكلام من ده كله او يوتيوب او الكلام ده كله. فببص له كده اللي هو ربنا يرزقك، انا ليا مجالي هفضل اسعى فيه لحد اخر يوم في عمري وبس. فما تفكرش كتير وما تشغلش بالك واحمد ربنا على اللي ربنا عطاهولك.